السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب أولى إعدادي؟ النهاردة بإذن الله هناخد الأعداد باللغة الفرنسية. هناخد لحد رقم 25. إن شاء الله هيكونوا سهلين جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو عايز تنضم معايا في جروبات الأونلاين هسيب لك رقمي في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدأ. الأعداد اسمها اللي نومبر. اسمها ايه؟ لي نومبر، يعني الأعداد. تعالوا بقى نبدأ من أول رقم وهو واحد، يعني يبقى واحد يعني مش بقول يعني ما بقولهاش كده. اسمها ايه؟ نخنف كده شوية. وعايزة اقول لكم ان رقم واحد هو الوحيد اللي ممكن نأنسه، يعني ممكن يكون وممكن يكون يعني ممكن نحط له الاو دي عاملة زي كده مربوطة بالعربي. يبقى يا رقم واحد هو الوحيد اللي ممكن نأنسه، فبنقول يا اما او ان. طب رقم اتنين اسمه دو. الاكس ما بتنطقش، الاكس سايلنت ما بننطقهاش، يبقى اسمها ايه؟ دو. طب رقم تلاتة اسمه تغوا. الاس برضو مش منطوقة، ولما بيكون عندنا حرفين كده الاو اي بننطقها دايما فعشان كده قلنا ايه؟ تغوا. يبقى دي رقم تلاتة. رقم أربعة اسمه كاتغ. الاو مش بننطقه، كاتغ. طب رقم خمسة اسمه سانك. يبقى تعالوا نقولهم كده تاني لحد 5. 1 2 3 4 5. طب احنا قلنا ان في رقم 2 رقم 3 قبل كده ما نخش الناحية التانية ان الاكس والاس مش بننطقهم. طب هو في حالة ممكن ننطقها؟ او ممكن. عارفين امتى ممكن ننطقها؟ طيب كده نيجي على جنب ونقول بننطقها امتى. يعني لو جيت قلت لكم كده دو وحطيت بعدها اون، دي معناها سنة. عايزة اقول سنتين، يبقى اقول ايه؟ هنا بقى الاكس هننطقها زد فتبقى دوزون. نفس الكلام كلمة تغوا وجاه مثلا بعدها امي. عايزة اقول 3 اصدقاء، امي دي معناها صديق، فهقول تغوا امي، ولا الاس برضه هتتنطق ايه؟ هتتنطق زد، فاقولها تغوازامي. يبقى دي الحالات بس اللي انا ممكن انطقها فيها ان يجي بعدها حرف فويل. حرف الايه هما الفويل الا والاو والاي والاو والاو وايه كمان الايجريك، وساعات الاش بتكون ساعات فويل وساعات بتيجي كونسون. يبقى دي شويه الملحوظات اللي موجوده على الدو والتغوا. يبقى نقولهم اخر مره 1 2 3 4 5. تعالوا نجي للرقم 6 اسمه 6. ما اسموش 6. 6 ده في الانجليزي حضرتك. اسمها ايه بالفرنش؟ سيس. الاكس هنا هتتنطق اس، يبقى اسمها ايه؟ سيس. طب رقم 7 خلي بالك بقى انا هنطقه ازاي، وفي حرف مش هيتنطق اسمه ست. اسموش ست، ماشي؟ اسمه ست. البي مين اللي متنطقش؟ البي متنطقتش، البي سايلنت، اسمها ست. طب رقم 8 اسمه ويت. خدت بالكم ان القش برضو مش منطوقه هنا، ايه دي كده متحركه، ان القش هنا حرف فويل، فقلت عليه ايه؟ قلت عليه ويت. نيجي للي بعده رقم 9 يعني نف. طب 10 ركزوا كده هتلاقوا شبه رقم فوق اسمه ديس. شبه مين اللي اتنطق كده برضو؟ سيس. يبقى شايفين الاكس؟ بصوا هو الفرق بس بين حرف الاس والدي. فوق قلت سيس لكن تحت قلت ديس. الاكس ما قلش دكس، وهنا ما قلش سكس. اوكي، يبقى ده حد رقم 10. نيجي ل 11 يعني اونز. اسمه ايه؟ اونز بتضم بقك كده، ما بقولش اونز، ما بقولش كده، اسمه اونز. طب رقم 12 اسمه دوز.
دوز. نفس الكلام، بتضم بقك وتقول دوز. رقم 13 اسمه تريز. تريز. رقم 14 اسمه كاتورز. 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 اوكي. رقم 15 اسمه كانز. كانز. افتكرها بإزازة الكنز. اسمه ايه تاني؟ كانز. 15. تعالوا نقول لحد 15 تاني مع بعض. un أو une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. ده كده لحد رقم 15. نيجي بقى لرقم 16، وعايز اقول لكم ان بعد رقم 16 الباقي كله سهل. ليه سهل؟ هتعرفوا دلوقتي. يبقى رقم 16 اسمه ايه؟ اسمه سيز. سيز. اهو ده رقم 16. من اول رقم 17 ملوش رقم كده خاص بيه. امال ايه؟ ليه اعداد مركبة. يعني ايه عدد مركب؟ هو ال17 دي عبارة عن كام؟ عن 10 و7 يدونا 17. يعني ايه 10؟ يعني ديس. لما نحفظ كده الارقام، 10 يعني ديس. اروح حاطط شرطة. ويعني ايه 7؟ يعني ست. ست. يبقى 17 يعني ديس ست. ديس ست. اوكي. نيجي بقى ل 18. نفس الكلام، عدد مركب، 10 و8. 10 يعني ديس. اعمل شرطة. و8 يعني ويت. يبقى اسمها ايه؟ دي سويت. دي سويت. ده يعني 18. نفس الكلام، 10 و9 ديس. يعني ايه 9؟ يعني نف. يبقى اسمها ايه؟ ديس نف. ديس نف يعني 19. رقم 20 بقى. لا 20 ليه رقم عادي. اسمه ايه 20؟ 20 يعني 20. 20. خدت بالكم ان انا في حرفين ما نطقوش. الحرفين دول مش هيتنطقوا. الفي الجي قصدي والتي مش هيتنطقوا. يبقى اسمه ايه؟ 20. 20. طب وال21؟ ال21 عدد مركب. عدد مركب ازاي؟ هو 20 وواحد. 20 يعني 20. هنكتب 20. ادي ال 20. واعمل ايه؟ هعمل شرطة؟ لا، ثانية بس نمسح كده الرقم اللي جنبه ده. مع ال21 بالذات هحط اي تي. اي تي دي معناها ايه؟ ده حرف العطف واو. حرف الواو. يبقى اسمه ايه؟ 20 ايه؟ يعني ايه واحد؟ يعني ان. يبقى يتنطق ازاي؟ 21. 21. اوكي. يبقى ده 21. طب رقم 22. 22 عبارة عن 20 و2. اكتب ايه؟ اكتب ال 20. ادي ال 20. واعمل ايه هنا بقى؟ احط الاي تي؟ لا، احط شرطة بقى. يبقى ال21. وحتى احنا هناخد لحد 25، لكن حتى ما نوصل بعد كده لل30 وال40 وال50، لما اكون عايزه اقول 31 41 51، هي الوحيد اللي بياخد الاي تي. لكن اي رقم تاني 22 32 42 43 اي رقم بحط بعد كده الشرطه. اوكي. يبقى هعمل ايه بعد كده؟ هتبقى 20 وبعد كده احط رقم 2 يبقى 2. 22. 22. اوكي. يبقى ده كده 22. 23. 23 يعني 20. احنا عرفنا اللعبة بقى. 20 بحط شرطة ولا اي تي؟ لا شرطة يا ميس، انت قلتي مع الواحد بس اللي بنحط فيها الاي تي. 20 و3 20 و3 يعني 3. ادي كده موضوع بسيط مفهوش اي حاجة صعبة. نيجي بعد كده ل 24 و25. نمسح بس كده ونكتبهم تحت. وادي 24 وادي ال25. احنا فهمنا اللعبة. هنعمل ايه؟ انتوا اللي هتقولهم لوحدكم. ال20 وال4. يعني ايه 20؟ يعني 20. 20. وال4 نحط شرطة. و4 يعني 4. 4 يبقى اسمه ايه؟ 24 اسمه 24. 25 هيبقى برضو 20 واحط شرطة. ويعني ايه 5؟ يعني 5. عايزه اقول لكم حتى لو احنا يعني انتوا في الكتاب عندكم لحد 25، طب احنا عايزين نقول 26. هقول 20 واحط شرطه. ويعني ايه 6؟ 6 يبقى 26. طب 27 27. 28 28.
29 لحد ما نوصل ل30 بقى ان شاء الله هيبقى ايه ليها رقم، بس لما انا بقى نوصل لها بقى ان شاء الله. ادي كده الارقام مفهومش اي حاجه صعبه. تعالوا بقى نقولهم كلهم مره واحده كده مع بعض من الاول. 1 1 أو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. انت بقى عايز تكمل كمل 26 27 28 29 وتغونت بقى 30 لما نبقى ناخدها ان شاء الله. دي كده الارقام. عايزين بقى نروح للكتاب اللي موجود في شرح الارقام. الكلام اللي موجود هنا يعتبر معظمه قلناه واحنا بنشرح. ايه هي الكلمات دي او ايه الكلام ده؟ اول حاجة بيقول لي ان العدد يستخدم امام اسم مفرد مذكر. يعني ايه؟ احنا اصلا اخدين الان دي تعتبر اداة نكرة. اداة النكرة بنحفظها واحنا بنقول الكلمة، يعني ان ليفر اون ايكول، فاحنا كده كده بنحفظه. اوكي، بس هي معناها ان هي رقم واحد. يعني لو انا قلت ان ليفر يعني معناه كتاب واحد. طب دو ليفر يبقى كتابين. يبقى الان دي هي عدد وبرضو اداة نكرة، وبيتحول الى الان امام اسم مفرد مؤنث اون فيش. اوكي، ده الكلام اللي احنا قلناه، اللي قلناه على السبورة اصلا. بعد كده بيقول لي ان العدد ديس والعدد سات حرف الاكس ينطق اس، قلناه. العدد تغوا لا تنطق الاس الا اذا جاء بعدها حرف متحرك فتنطق زد، برضو قلناها، زي تغوازامي تغوازامي. الاعداد وي وي سان دو لا ينطق الساكن الاخير اذا جاء بعده حرف ساكن، وينطق اذا جاء بعده متحرك. يعني بيقولك ان حرف التي وحرف الكيو المفروض ان هما ميتنطقوش. يا عم انت نطقتهم مش هيحصل حاجه عادي. يعني هو ساعات الفرنسيين اصلهم فرنسي هما اللي مينطقهاش، يقولك سان سان وي، يقولك وي كده معناها ايه ويت، قصده على ويت، بس بينطقوها دايما اجباري عليهم لما بيجي بعده حرف فويل. تمام، يعني هنا في حرف ايه، حرف كونسون ساكن، فالمفروض ان انا اقولها وي ليفغ. هما بينطقوا بسرعه كده يقولك وي ليفغ، لكن لو جه بعدها حرف فويل لازم اقول ويتلاف. ويتلاف ده معناها، بس مش هيتأثر معانا في اي حاجه. نيجي بعد كده رقم 5. العدد سات لا ينطق حرف البي وينطق حرف التي، ده برضو قلناها سيتون. العدد 20 لا ينطق الجي تي وتنطق التي فقط إذا جاء بعدها متحرك أو عدد آخر. يعني إيه؟ يعني أنا 20 لوحدها ما باجي انطقها ما بقولش لا الجي ولا التي، لكن بيقولي إن حرف التي ده ساعات بيتنطق إمتى؟ لو جه بعدها حرف فويل فأقول 20 طون، عنده 20 سنة، يعني سنة، فأقول 20 طون 20 سنة. ولو جه بعدها رقم تاني فكنت بقول 22 22. هتلاقوا ان التي اتنطقت بس بتتاكل في النص كده، 22 22 23، فبتتاكل في النص مش بتبقى باينه قوي بس احنا بنقولها 22 23. بعد كده الملحوظه 7 بيقول لي لاحظ وجود حرف الاي تي مع العدد 21 ولكن باقي الارقام بتاخد ايه شرطه. دي برضو حاجات كلها قلناها. تعالوا كده نحل مع بعض الاكتيفيتي البسيط ده. بيقول لي هنا 6 هتبقى حط ايه 6، 11 هتبقى 11، 3 يعني 3 هتبقى اي، 9 تبقى 9 يعني الأ. بعد كده 12 يعني 12، 24 سوري تبقى 24 يبقى بي. بعد كده الاكتيفيتي التاني عايز منا ايه؟ الاكتيفيتي التاني بيقول لي اختار اجمع، ده يعني ضرب وجمع وكل حاجه سهله. يعني 2 بلو 2، 2 زائد 2 يدونا، 2 زائد 2 يدونا ايه؟ يدونا 4 4. طب 3 زائد 4 يدونا 6. 5 زائد 1 يدونا 6. 10 ناقص 2، 10 ناقص 2 يدونا كام؟ يدونا 8. 2 في 6، 2 في 6 ب12 يعني 12 دوز. 4 في 5 ب20، 4 في 5 ب20 يبقى يعني ايه 20 يعني 20. اكيد هنحتاج الارقام اللي احنا لسه قايلينها من شويه عشان نستخدم الساعه، بس قبل ما نشرح الساعه على الكتاب لازم نروح نشرحها الاول في السبوره وبعد كده نرجع هنا تاني. اول حاجه لازم نعرفها هو يعني ايه الساعه اصلا. الساعه يعني لور، وكمان في حاجه لازم نكون عارفينها،
لما جينا حفظنا الكلمات، كلمة اور دي كانت مذكر ولا كانت مؤنث؟ كانت كلمة مؤنثة. دي كده أول حاجة لازم تكونوا عارفينها، إن كلمة اور مؤنثة. طب هو أنا عايزة أسأل حد هي الساعة كام، هقوله إيه؟ هقوله كل. تحفظوا معايا السؤال ده بقى كده، كل، وكل دي بتاعت المؤنث، كل، واحط كلمة اور، كي لور، واحط بعدها ايه واستي، وبعد كده إيل. كيلوغاتيل، كيلوغاتيل معناها ايه؟ الساعة كام. هي دي كده اللي لو انا عايز اسأل حد هي الساعة كام دلوقتي، اقول له ايه؟ هقول له كيلوغاتيل، كيلوغاتيل. ولسه بقول لكم ان كيل دي بتاعت المؤنث، لان كيل دي ليها 4 اشكال. هقولها لكم كده على جنب كده برضو تكون معلومة ليكم دلوقتي، كده كده هناخدهم اكيد. ادي كيل الاولى، دي اللي هي بتاعت المفرد المذكر. وعندي كل دي بتاعت الجمع المذكر. وعندي كل اللي هي اللي انا لسه كاتباها من شوية، دي بتاعت المفرد المذكر لو حطيت لها اس. سوري المفرد المؤنث. ولو حطيت لها اس، لو حطيت لها اس تبقى بتاعت الجمع المؤنث. تمام. دي اشكال كل. وانا طبعا لسه قايله لكم ان كلمه ار مؤنثه، يبقى تاخد كل اللي هي دي. تمام. طب في سؤال تاني ممكن يجي على بال حد ويجي يقول لي ايه؟ يجي يقول لي يا ميس هو ازاي الكلمة ار مؤنثة وحاططها لي بالإيل؟ يعني ليه حاطط الإيل؟ هي مش الإيل دي معناها هو؟ هي مش الإيل دي مذكر؟ المفروض ان كلمة ار مؤنثة. انتوا عندكم حق، بس دي قواعد في اللغة الفرنسية ومش هنقدر نقولهم انتوا ليه عملتوها كده. لازم تحفظها ان كلمة كيلور بتاخد الإيل، الساعة بتاخد الإيل. وعايزة اقول لكم ان دي بيسأل فيها، هيجي يقولك هنقول بالإيل ولا بالال، ولا نحط الإيل فيك اس. وكتير يقولك كلمة اور مؤنثة ناخد الال، تتلخبطش، هي حاجة ثابتة بنحط الإيل. كيلوراتيل، الساعة كام؟ طب عايزة اقول الساعة بقى، يعني الساعة 1، الساعة 2. تعالوا كده نرسم اول حاجة كده ساعة كده لذيذة على جنب ونشرح عليها. ادي رسمنا الساعة، والساعة دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 1. وحد سألني قال لي كيلوراتيل، اقول ايه؟ بصوا، هنعمل الكلام نعمل مقص، ادي الايل وادي الاي. يعني هقول ايل لي، اي لي، وبعدها احط الساعة. ومفروض احط رقم كام؟ الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 1. طالما الساعة 1 يبقى المفروض الان. طب هي الار مؤنثة، ازاي احط الان وهي كلمة ار مؤنثة؟ لا، ما احنا لسه قايلين من شوية لما اخدنا الارقام ان رقم 1 هو الوحيد اللي بيتأنث، فراح حط ايه؟ احط الان، وبعدها احط كلمة اور. كده اهو، ادي إلي اون اور. طب نغير العقرب ونخلي الساعة تبقى 2. ازاي نقول الساعة 2؟ برضو نفس الكلام، هروح كاتبة كلمة إيل، إيلي، ويعني 2 تحفظ الأرقام، وبعد كده تقولي 2 يعني يا ميس 2. إيلي 2. نفس الكلام أحط كلمة أر. بس في ملحوظة صغيرة جدا، إن كلمة أر لازم لما أبدأ من رقم 2 بكده بقى جمع، أروح حاطة كلمة أر اس. تمام. يبقى إلي 2 الإكس هتتنطق زد ليه؟ علشان الحرف الأش هنا فويل، فأقول إلي 2. طب اللي فوق إلي 1 heure. عايزين نخلي العقرب على 3، ادي العقرب على 3. الساعة تبقى، نقولها ازاي؟ نقول ازاي الساعة 3؟ نفس الكلام، هكتب الإيل واحط الاي، وبعد كده يعني ايه 3؟ يعني تغوا، فاكتب تغوا واحط كلمة اه. واوعى تنسى ان كلمة اه من اول رقم 2 كده بقت جمع، فحط حرف الاس. إلي تغوازور، لما اجي انطق على بعض حرف الاس هيتنطق زد زي ما قلنا عشان بعده حرف فويل. إلي تغوازور. نفس الكلام مع اي رقم هنقوله. لو وصلنا لحد رقم 8 اقولها ازاي؟ هقول إلي هي الساعة، إلي 8 heures. تكتب بقى الرقم، تكتب كلمة 8 اللي انت عايزه، 8، وحط بعد كده كلمة اور، وما تنساش حرف الاس. ده كده طريقة اللي انت تقول بيها الساعة كام.
لحد ما نوصل لأي رقم، أي رقم الساعة 11 الساعة 10 تكتب الرقم، سواء بقى ديس سواء اونز سواء أي حاجة تحط بعدها كلمة اغ. وملحوظة ان كلمة اغ دي ليها اختصار وهو حرف الأش. حرف الأش هو اختصار لكلمة اغ. كتبتها أش كده صح، كتبتها اغ تبقى صح برضو. تمام. اخر بقى ملحوظة على الحتة دي، وهي ان لما بتيجي الساعة 12 بتيجي 12 والشمس طالعة، يعني الساعة 12 الظهر. والساعة 12 بتيجي لما بيكون القمر هو اللي طالع. هو قمر كحيان شويتين، لا استنى نغيره ونعمله واحد تاني. ادي القمر. اوكي، تعالوا بقى نشوف. لما بيكون الشمس طالعة يعني الساعة 12 الظهر اسمها، هقول إيلي وحط كلمة ميدي. إيلي ميدي هي دي معناها الساعة 12 اللي هي الظهر. طب الساعة 12 بالليل هقول إيلي منوي. هي دي الساعة 12 اللي هي منتصف الليل. وبس كده، ده يعتبر درس الساعة، قلتلكوا فيه كل تفصيلة. تمام. بعد كده في اخر جزئية بقى في موضوع الساعة ده، ويكون يعتبر يونت 1 يعتبر خلص، وهي verb لازم تكونوا عارفينه قوي، وهو verb arriver. بس ده حرف R يا جماعة. arriver معناه ايه؟ arriver ده معناه يصل. عايزين نصرفه اول حاجة، تعالوا كده نصرفه. ادي je tu il والال والنو والفو والالافيكاس. ده فيرب مجموعة كام؟ احنا زهقنا يا ميس، ده فيرب مجموعة اولى. هعمل ايه؟ اشيل الاو ار واعمل ايه بعد كده؟ اكتب اللي اتبقى من الفيرب. ادي arrive لحد الفي. نفس الكلام مع كل الضماير. ايه هي النهايات؟ مع جو هنحط او، مع التو هنحط او اس، الايل والال بياخدوا او، النو بتاخد او ان اس، مع الفو بتاخد او زد، مع الإيلافيك اس والإلافيك اس بتاخد او ان تي. ده كده تصريف verb arrive. طب انا هحتاجه في ايه؟ هقول لك بقى. لو انا جات لي جمله زي كده، علي arrive يصل، لو لسه الفيرب ده علي هيتصرف زي الإيل. علي arrive مثلا a 8 heures. علي وصل الساعة 8. تمام. قال لي بقى لو الساعة بدأت بحرف الجر لازم اعمل سؤال مبدوء بحرف الجر اللي هو بيسأل عن ساعة الوصول، مش بيسأل عن الساعة عامة. اللي بيسأل عن الساعة عامة الساعة كام في ايدك دلوقتي، اللي هي كيلوراتيل، دي اللي بتسأل عن الساعة. لكن ساعة الوصول هعمل سؤال ب كل كيلور، يعني في اي ساعة، واقول كيلور arrive علي. في اي ساعة يصل علي. ومكتش مارك. يبقى لو عندي ساعة بدأت بحرف الجر لازم اعمل سؤال مبدوء بحرف الجر اوعى تنسى الحتة دي. تمام. لكن الساعة العادية اللي هي إيلي ويتر دي اللي هي بتاعت كيلوراتيل. تمام. وبكده يكون الدرس خلص. اتمنى تكون الساعة والارقام يكونوا سهلين جدا بإذن الله. نرجع بقى للكتاب. ادي الكلام اللي احنا قلناه مع بعض، الساعة وفهمناها، وادي هي حتة كمان اللي هي بتاعت إلي ميدي وإلي منوي قلناها برضو على السبورة. نيجي بقى لشوية الملاحظات اللي هنا، وبرضو قلناهم. تستخدم الضمير الإيل دائما عند الحديث عن الوقت أو الساعة، على الرغم ان كلمة ار مؤنثة. طب ليه؟ ايه قواعد فرنسي ما لناش دعوة، مش هنروح نقول له انتوا ليه عملتوها كده. زي إلي une heure، إلي une heure، إلي وهو حط حرف الأش بيقول لي يمكن اختصار كلمة الأغ إلى كلمة أش. تمام، إلى حرف الأش. 3 بداية من الساعة الثانية يضاف الإس إلى كلمة أغ. إلي 2 heures، إلي 3 heures. تمام. بعد كده بيقولي للسؤال عن الوقت والساعة بنسأل بكيلوراتيل،
وهقول إلي كولر. كل الكلام ده قلنا على السبورة. نيجي بعد كده للحديث عن ميعاد الوصول. عشان أسأل عن الميعاد الوصول شيء ما أو شخص ما بنستخدم verb arriver اللي احنا لسه قايلينه على السبورة، اللي هو الجو بتاخد او، مع التو هنحط او اس، هنا هنحط او ان اس، او زد، او ان تي. وعايزة اقول il arrive à 6 heures، هو وصل الساعة 7. عايزة اعمل عليها سؤال، هتبقى بأكيلور. تمام. ممكن أكيلور تيجي في الآخر عادي، هي نفس نفس السؤال، في أي ساعة يصل هاني، فقال لي هو يصل الساعة 7. نيجي بعد كده بقى للاكتيفيتي ده. الاكتيفيتي ده انتوا تاخدوه واجب تعملوه بقى كده مع نفسكم. هي ايه الساعة كام كده؟ بيقول لي إيلي 5 heures. عايز اعمل دي الساعة 9، يبقى اقول إيلي 9 heures، إيلي 2 heures. فانتوا تعملوها. وهنا الساعة 12 والشمس طالعة، والشمس طالعة بقول ايه؟ إيلي ميدي. تعملوا بقى انتوا مع نفسكم. نيجي بقى للاكتيفيتي التاني. النو بتاخد اللي فيها او ان اس، arrivons. طب رقم 2 نقط اور، احنا قلنا ان بنقول اكي اور ولا اكومون، كومون اور. مفيش حاجة تنفع اصلا. مين اللي تنفع؟ وهي اكيلور دي اللي اخدناها. دينا اريف نقط ميدي، احنا بناخد حرف الجر مين مع الساعة، دايما بنحط حرف الجر ما بيتغيرش يا جماعة. حرف الجر ثابت مع الساعة. رقم 4 سمير وإيه ريم. سمير وريم مفرد مذكر مع مفرد مؤنث يدونا جمع مذكر. طب جمع مذكر اللي هما الإيلافيكاس تاخد اللي آخرها او ان تي. رقم 5 هي الساعة بتاخد ايه؟ شفتوا قلت لكم بتسأل فيها. بناخد دايما يا ميس ايه تغوازوغ، دايما بحط الإيل. رقم 6 الفو بتاخد اللي آخرها او زد. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، شرحنا الأرقام وشرحنا الساعة. أتمنى بإذن الله ما يكونش فيه أي حاجة صعبة. ولو عندك أي سؤال اكتبلي في الكومنتات. ولو لسه مشتركتش في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب. ولو حابب تنضم معايا في جروبات الأونلاين هسيب لك رقمي في الديسكريبشن بوكس. وأشوفكم في فيديو جديد. au revoir.